حبايبي الحلوين، كل سنه وانتم طيبين. ما تيجي يلا عشان نعمل الكحك الناعم. انا عملت لكم الكحك الناعم قبل كده وضفت عليه شويه زيت. تعالوا بقى، انا قلت اما اعمل النوع التاني اللي انا بقى يعني انا بعمل دوت وبعمل دوت. ماشي، دوت بين الكحك الناعم وبين المعمول، لان انا بحط عليه حاجات زي ما بحطها على المعمول بالظبط. تعالوا بقى نشوف هنحط ايه وهنعمل ايه، وطريقه معتمده وممتازه. وبصي بقى، ما تقوليليش اعلى محلات الكحك هنا في مصر. ماشي، هي دي الحاجات الاضافات اللي بيضيفوها عشان الكحك يبقى ليه طعم وريحه ونكهه جميله، ويقدروا يعلوا في سعره زي ما هم عايزين. تعالي بقى اما نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول المقادير. دولت 5 كيلو دقيق، ليهم 2 كيلو ونص سمنه بلدي سايحه، سمنه بلدي على نباتي، يعني انا مسيحه الاتنين على بعض. شويه ملح، 5 معالق لبن بودره، لكل ربع كيلو سكر مطحون. الروايح زي ما انت عايزه طبعا، بس انا بحط موز وفانيليا، وديت ريحه كحك. ديت بقى ريحه ميه ورد، شويه ميه ورد. ودي كوبايه لبن وفيها ايه، فيها الخميره مدوباها اهو. تعالي بقى على اهم حاجه هتنحط على الدقيق. دوت ايه، دوت ايه، سوداني مطحون. سوداني اهو، سوداني مطحون. فرماه في الكبه على قد ما اتفرم. يعني انا مش عايزه اخليه يبقى ايه خشن قوي ناعم قوي، يعني بين بصي اهو، اللي طلع منه ناعم طلع، واللي طلع منه خشن طلع. تمام. ويبقى شويه لبن تكمله العجين. مش هنعوز لبن ياما يعني، بس انا قلت اما اجيبهم معايا وخلاص. اول حاجه هتعملوا شويه ملح. طبعا الملح لا غنى عنه في كل حاجه، حتى لو انا نسيت الملح انت ما تنسوش. حتى لو انا نسيت اقول عليه، الملح حلال ربنا لازم تحطيه في كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنحط السوداني على الدقيق عشان نفركه بالدقيق كده. خلوه دخل مع الدقيق كله في كل ايه، لان هو فيه سمنه فيه زيت، فتفركيه كده تاني في الدقيق كده زي ما انتم شايفين. نضيعه في الدقيق خالص، لان هو ايه كان مكلكع، فمش هينفع. جاب الزيت اللي فيه. طبعا مش هينفع ان انا احطه في الدقيق، لان مش هينفع احط عليه على الدقيق غير لما احط ايه، مش هينفع احط عليه السمنه غير لما احطه على الدقيق وافركه زي ما انتم شايفين كده. تمام. اول تاني حاجه بقى هنعملها ايه، هنحط السمسم. هي كده كده السمسم انا محمصاها اهوت. كده كده انا محمصاها اهوت. نحط سمنتنا الاول بقى، عشان بعدين نحط ايه الاضافات التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم صل. السمنه لا هي بارده لا هي سخنه ولا هي بارده، بين البنين. انا بعملها على البارد، بعملها انا على البارد بتبقى جميله. السمنه كده كده مقدوحه، طبعا انتوا عارفين ان هي سمنه بلدي مقدوحه، فانا بحب اعملها على البارد. تمام اهو. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. هتفركيه كده بقى السمنه كده، تضيعي الدقيق كله في السمنه. هفركها وارجع لكم تاني اهو. كده تمام قوي. لما تعملي القرصه كده في ايدك وتلاقيها خلاص كده تمام، يعني لفت بالسمنه زي ما انت شايفه كده، خلاص كده تمام. يلا بقى نحط الاضافات بتاعتنا. نحط اللبن البودره، نحط شويه السكر البودر، هتحط كله مع بعضه. شويه الملح. تمام. ميه الورد، شويه الخميره، حطي حته خميره خالص على ما تيجي تقرصيه وتنقشيه ومش عارف ايه، يبقى هو ايه بدأ يعني يقوم يخمر، يعني ما بيغيب، ده بيغيب شويه. فبالتالي بتدي لنفسك براح عشان ما يفشش قوي مني. شويه فانيليا، الروايح، هو اصلا من غير اي روايح يا ولاد ريحه السوداني فيه
مدياله طعم ريحه ونكهه تانية خالص بصراحه ربنا والله. وانا بعجنه شميت ريحته ما شاء الله، الله اكبر عليه. دي ريحه الكحك، ديت ريحه كحك. اسمها الكحك محلب يعني يعني المحلب فايدته ايه في الموضوع دوت؟ ان هو لو العجينه مثلا قعدت فتره عندك مثلا شهر شهرين ما بيجرالهاش حاجه، والعجينه كده بتعمل ريحه. فدوت بقى المحلب دوت ايه بيغير، بيخلي ريحته زي الفل ولا كانه لسه معمول امبارح. تمام. تعالوا بقى نحط شويه، تعالوا بقى نحط شويه اللبن اللي احنا هنعجن بيهم، حبه صغيرين خالص كده، قيمه نص كيلو. ونلف العجينه بتاعتنا لحد ما نلاقي القوام بتاعها اتظبط. واللبن معاك اهو، تزودي زي ما انت عايزه. ديت ملهاش مقدار يا جماعه على فكره. كل دقيق كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. فمش هقول لك كوبايتين واضحك عليكي، وهقول لك كوبايتين ونص بس واضحك عليكي، لا. انت ايدك في العجين، بتلفي العجينه بايديكي، فبالتالي بتتنكي معاها لحد ما هي عايزه بتديلها. تمام اهو، يعني هي كده عايزه مني لبن. غنتيها بقى باللبن البودرة بيعمل ريحة تانية زي المحلات بالظبط. هو ده سر المحلات يا جماعة، اللبن البودرة والسوداني. عشان كده بيبقى بأعلى الأسعار. نقول لك الكيلو ب 250 و 280، والحاجات اللي ايه اللي ما بنسمعش عنها اللي في الأحلام دي، نسمع عنها بس ما بنجيبهاش. نسمع عنها بس. تمام. أنا في إيديا العجينة برضو لسه عايزة حبة اللبن، خلصوا اللي معايا. ولو عايزه تاني هحط لها شويه ميه. تمام. هعجنها، هجيب شويه ميه عشان هي محتاجه عجين تاني، وتنيني وراها لحد ايه ما تبان. كل شويه تعملي ازاي؟ كل شويه تعملي كده، تعملي كده. فتحت منك يبقى لسه عايزه تتعجن شويه اهي، لسه مفتحه اهي، يبقى لسه عايزه شويه لبن. اخلص عجينها وارجع لكم تاني. كده العجينه محتاجه مني شويه لبن كمان اهو، هشيلها شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. عجينها وارجعها لكم عشان ما اطولش عليكم. خلصت عجينها اهي يا حبايبي، ده القوام اللي المفروض تكون فيه. وادي القرصه بتاعتها اهي. تمام كده، تمام كده. وبكده نكون خلصنا العجين. يلا بينا بقى عشان نعمل الملبن بحاجاته وبتركاته. تعالوا بينا نشوف هو شكله ايه. كده تعالي لي اما اقول لك اسرار العجميه بتاعت المحلات. تمام. ده هو الملبن اهو، مفيهوش اي حاجه. الملبن اهو، دول كيلو ونص على قد ما يعمل، بس ان شاء الله هيقضونا يعني. تمام. بصي بقى، حط شويه 4 معالق جوز الهند. ناعمه، بصي تكون ناعمه خالص. تحت دوت دي سمنه بلدي، وتحط شويه سوداني مطحون برضو نفس الحكايه كده. تمام. وايه، وكبشتين زبيب. ولا اجدعها عجميه في الدنيا بحالها اهي. ادي الملبن بتاعك، هتعجنيه بالسمنه. بيغلب شويه في العجين بس ايه بيلف معاك ويبقى ايه بهلوان، ويبقى جميل بقى والمكسرات بتاعته تبان فيه. واهم حاجه في الموضوع دوت، حاطه سمنه ليه؟ حاطه سمنه ليه عشان الملبنيه لما تبقى جوه القرصه من بره متحمره بسمنتها، ومن جوه متحمره بسمنه الملبن. والملبن عمره ما ينشف جواه. ده سر من اسرار المهنه يعني. كل سنه وانتم طيبين. خلصوا وارجع لكم تاني اوريهولكم اهو. عجنته وبصبعه اهو، بكوره. تمام.
وبكده الملبن بتاعك هيحمر لك العجينه من بره ومن جوه. يلا بقى عشان نقرص بقى ونقطع وننقش، وكل سنه وانتم طيبين. عجينه خمرت اهيت، وما تستنيش عليها لما تخمر قوي يعني، علشان ايه تعرفي تخبزي وتعجني براحتك. شايفه الرسمه دي؟ احنا بنعمل كل الاشكال اهي، بس انا بحب انقشها كده اهي كده. تبقى شكلها جميل يعني، بتديلك منظر حلو اكتر كمان من ان هي ايه بتاعت اهي. ايه رايكم كده؟ وعلى هذا بقى اهي تمسكيها في ايدك خالص كده، وتيجي عاملاها كده اهو، فرداها يعني عشان تعرفي تحطي فيها حته الملبنايه. الملبن لا ما هوش ياما ولا حاجه، انا بحب الملبن ياما انا وولادي، عشان كده ايه. تعالي بقى بنحطها هنا كده، ما بتشقاش ولا اي حاجه اهي، زي الفل. بتعمليها في اللعبه كده. هوريكي برضو واحده منقاش على ايديا، كل الطرق يعني، هوريكي كل الطرق. انا بحب انقشها بقى يعني، ازود فيها شويه يعني. هي رسمتها لي اهي، اللعبه رسمتها لي، بس انا بحب ازود فيها شويه. والقلبيه زي ما اهي. تعالي بقى اما اوريكي واحده من اولها كده، نقشه على ايدي يعني. تديها كده، حطي فيها حته الملبنيه، تقفليها وادي المنقاش. تبدعي بقى اي نقشه في ايدك، اي حاجه دي جت في دماغك تعمليها، مش شرط يعني اهي. وعلى هذا بقى خليكي معاك لحد الكحك ما بس بتاع الملبن ما يخلص، لحد ما لبنك ما يخلص. عايزه تعملي شويه كحك بقى ايه، هوريكي برضو طريقه الكحك شكله ايه، المحشي والكحك العادي. يلا بقى اخلص السجده واوريكم اول فرن يدخل اهو. نقشتها بصي بقى على الهادي يا زبادي، على الهادي خالص خالص خالص، مع نفسه بقى. هو بيغيب شويه في الطيور، بس مع نفسه بيبقى جميل. ارجع لكم بقى لما يطيب يا حبايبي الكحك. الحمد لله بعد ما طلع، الحمد لله الحمد ربنا يحسن ختامه. انا طول ما انت بتشتغل تقول يا رب احسن ختامه، يا رب احسن ما بين ايدينا، اللهم امين اهو. ورشيت عليه تعالي بقى اما اوريكي حاجه، اوريكي حاجه، ده لسه سخن. تعالي بقى اما اوريكي حاجه، الجمال والشياكه. شفتي اوريكي كمان واحده. شفتي الملبنه، شفتي نعمته، شفتي نعمته. بصي بقى وريحته تهوس. بصي انت هتعملي ان شاء الله، ان شاء الله هتعتمديه، زي ما بقولك هتعتمديه، حاجه فوق الوصف بصراحه ربنا. يلا كل سنه وانتم طيبين، واستنوني في البسكوت المقادير والبيتفور ان شاء الله عن قريب يعني، كمان ساعتين.